ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء، يا أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الواجب علينا أن نتناصح وأن نتعاون على أن تكون القلوب متجهة إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. لقد أبلغني أحد الثقات من طلبة العلم أنه جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بعضا يقولون: يا رسول الله اشفنا، يا رسول الله افعل بنا كذا وكذا، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعون الله جل وعلا. وهذا أيها الإخوة أمر منكر عظيم، هذا دعوة لغير الله جل وعلا. قد سمعتم قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة. ومن العبادة وأعظمها الدعاء، دعاء المسألة، أن تطلب شيئا لقضاء حاجة أو دفع مضرة، ودعاء العبادة التي هي الأفعال التي أمرنا الله بها جل وعلا. هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. فكما أنك لو صليت وأنت ترائي أحدا من المخلوقين فذلك لا يجوز ولا تصح صلاتك حينئذ على تفصيل عند أهل العلم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدعو الله. أنتم تسمعون في كل صلاة، وأمرنا الله بها وجعلها ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. لا تقولها قلوبنا فقط، بل لتقل القلوب قبل الألسنة، فحينئذ لا نتوجه بالطلب إلا إلى الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. فحينئذ لا يجوز لك أيها المسلم أن تسأل أحدا في رفع مكروب أو جلب نفع إلا من الله وحده، لأن الله الذي خلقك ورزقك، وهو الذي يدبر أمرك، وهو له ملك السماوات والأرض يدبرهما وفق حكمته جل وعلا. هو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشد في هذه الحياة إنما يكون وفق العمل الذي يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلنها ليلا ونهارا، سرا وجهارا، في كل موضع وفي كل مكان وفي كل مناسبة، أن يكون التوحيد خالصا لله جل وعلا. فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله سبحانه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق الذي آذانا، قال لهم:
ويحكم إنه لا يستغاث بي، مع أن الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي الذي يقدر على ما استغيث به فيه جائز كما في قصة موسى، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم شأن التوحيد وأن يربي الصحابة على التوحيد الذي هو سبيل النجاة والفوز والسعادة. فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر قل ما شاء الله ثم شاء فلان. من كان لا تحلفوا بآبائكم إلى آخر الحديث. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبان إبانة واضحة على أننا خلقنا لتوحيد الله جل وعلا، وأن رسالته في غاياتها وأهدافها إنما هي لتقرير التوحيد لله جل وعلا. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لما قالوا له أنت أكرمنا وابن أكرمنا، أنت أفضلنا إلى آخره، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ناداه الله في أشرف المواضع سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبده يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون، تناصحوا. من سمعتموه بجهل يدعو عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء فانصحوه برفق ولين ومحبة ونية صادقة مخلصة لله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.